ارواح وصحباتي نديرو مع بعضنا هذا الروز الافغاني اللي يجي يقطر بالبنه. شوفوا لي كيفاه يجي كل كعبه وحده. هيا نبداو. المقادير اللي نسحقوهم: الدجاج واللحم اللي فوحناه البارح دوك تلقاو باش فوحته في شورت، كعبة طماطم مرابيه، بصله مقطعه جوانح، جوج سنات توم، سناريه وزبيب. السناريه نقطعوها بشكل هذا بشكل طولي. نجيبو مقله نحطو فيها الزيت تاعنا، نقليو السناريه واحد 5 دقائق هكاك. هنا كنت كملت قليت السناريه والزبيب واللوز، ودركا باش نعديو للحم. نجيبو البرمه تاعنا نحطو فيها الزيت، ودرك باش نحطو لها الدجاج واللحم. بعد ما تقلى مليح كيفاك ودا اللون هذا نزيدولو البصل والثوم. بعد ما حطينا البصل والثوم هذاك نزيدو ملح، فلفل الكحل، كركم، بابريكا، واهم حاجه الكمون. الوصفه هذه لازم فيها الكمون. هنا جبت الكعبه تاع الطماطم اللي طحيناها مغرفه كبيره طماطم مصبره. هنا مرقتها بكونتيتي ملاحه تاع ما باسكو نحتاجوه الماء هذا باش نطيبو فيه الروز من بعد. هنا جبت الراوز تاعي، انا حنستعمل هذا بسمتي اللي جاي طويل، نغسلوه بليزيوغ فوا بالماء، من بعد نحطوه في لاصوص هذيك. بعد ما يطيب الدجاج واللحم نحيوه ونحطو الراوز تاعنا يطيب تما. وهنا كان طاب اللحم تاعي والدجاج نحيه، وكيلت الراوز في هذيك الغميقه باش نكيل بها من المرقه هذه زوز. لا جاتني قليله نزيد لها الباقي ماء، لا ديفيرونس هذيك نكملوها ماء. هايا البنات هاني فرغت لاصوص وحطيت الروز، وهاني حنكيل باول وحده بخي نزيد الدوزيام. ها صحباتي روز بعد ما طاب شوفوا كيفاه يجي كل كعبه وحده. هذه قلت لكم خير نوعيه ملاحه تاع روز. انا نفضل تخدموا بسمتي، واللي عايشين في فرنسا وعندكم بسمتي تاع الدي شكرا اللي يهبل. وشوفوا لي يا صحاباتي في صحن التقديم كيفاه جا يهبل. انا جوست حطيت لهم الفوق هذاك الدجاج واللحم وهذيك السناريه والزبيب والمكسرات اللي قلينا قبيله. وشوفوا لي كيف ما هو، نتوما ابدعوا في التزيين. هنا كنا وصلنا لاخر لا فيديو، نستنى منكم تعليق مليح كيفكم، واللي مش عامل لي سبسكرايب يعمل لي. ومرحبا بكم، تلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. باي باي.